السلام عليكم، واش راكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير وبصحه جيده. جيتكم اليوم بوصفه البسكوي رولي اللي بزاف طلبتوها مني، مع انه كنت شاركتكم من قبل البسكوي يصلح البسكوي رولي يعني، وبزاف جربوه وكاين حتى اللي داروا به مشاريعهم. وصفه هايله هذيك، ومام هذه الوصفه هايله يعني بعد ما تجربوها ما راحش يبقى عندكم كاع مشكل في البسكوي رولي. نصلوا على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام ونبداو في تحضير البسكوي. نخلط صفار البيض مع السوائل اللي هما الزيت والحليب والنواشف كامل خطره وحده، نمزج مليح ونخلي هذا الخليط على جهه. نروح من جهه اخرى نطلع بياض البيض مع رشه تاع الملح وكميه السكر، نبدا نضيفها على دفعات وانا نطلع حتى تشكلي لاميورانغ. كي تشكلي لاميورانغ نضيف شويه من لاميورانغ فوق الخليط اللي كنا وجدناه تاع السوائل والنواشف هذاك، ونمزج مليح. كي يخفف لي نضيف كل شيء فوق بعضياته، يعني الميرانغ مع هذاك الخليط اللي كنا وجدناه في الاول هذا، نخلط كل شيء مع بعضياته وندخل البسكويت تاعي يطيب في فرن مسخن من قبل على 180 درجه، والفرن لازم يكون شاعل غير من التحت. كي ندخلوا البسكوي حسبوا له 10 دقائق من التحت، يعني كي تدخلوا البسكوي ديروا 180 درجه اللي الفور تاعها ماهوش سخون، واللي الفور تاعها سخون تنقص له 170 175. هذه هي 10 دقائق من التحت و5 دقائق من الفوق، قسم ما ينشف برك. كما تعرفوا ذوق الكاكاو دائما ما يحمرش من الفوق، غير ينشف لنا. وبالنسبه لذوق الفانيليا ولا الادواق الاخرى اللي يحمروا شويه غير ياخذ واحد اللون خفيف ذهبي وخرجوا هذا مكان، خلوه يبرد على جهه. هاد الوصفه ما تحتاجوش انه تروليوه يعني قبل ما تحشوهم بعد عاد تولوا تحشوه، لا هاد الوصفه تخلوه محطوط فوق البلان دو طرافاي حتى التغطيه وما تغطوهش ويبقى مليح وهايل ومحافظ على الطراوه تاعو، يعني ما تخافوش. بزاف هائله. بالنسبه لذوق البيستاش نفس الطريقه، كنت خلطت صفار البيض مع السوائل والنواشف وطلعت بياض البيض ومزجت كل شيء مع بعضياته، برك فقط في الاخير ضفت شويه هاد البيستاش كان عندي مكسر حوالي 2 ملاعق صغار، هذوك الملاعق اللي ناكلوا بهم ياغورت، يعني كما نقولوا حوالي من 10 غرام. كنت ضفتها، تحبوا تستغنوا عليها ما ديروهاش، يعني لونوه فقط بملون اخضر وديروا شويه منكه فستق فقط باش يبان انه ذوق الفستق. هذه هي. ونفس الطريقه دخلته يطيب 10 دقائق من التحت 5 دقائق من الفوق كما راكم تشوفوا. خرجته وخليته فوق سطح العامل. كنت طيبتهم كاع مع بعضياتهم ضربه واحده، خليتهم فوق سطح العامل يبردوا ورحت وجدت كريمات الحشو. هذه هي. شوفوا شحال يجي خفيف، يعني انا نرفدو قدامكم ومازال سخون هنايا، ورحت تشوفوهم بعد يعني كي يبرد يزيد يطرى اكثر واكثر. صدقوني لما يكون سخون راح يكون شويه حكم روحو على كي يطراهم بعد. وبالنسبه لذوق الفانيليا نفس الشيء، تخلطوا النواشف مع صفار البيض، طلعوا البياض وحده، تمزجوا كل شيء مع بعضياته. شوفوا هاد الطريقه بزاف هي الطريقه اليابانيه، وحتى الطريقه يعني اللي سنين وانا معتمدتها معكم، كنت شاركتها معكم في الفيديوهات من قبل، حتى هذيك ناجحه ومازال نبغيها ونخدم بها على كل حال باش يكون في علمكم. كلتا الوصفتين رائعتين، يعني خدموا باللي تساعدكم. اما بالنسبه للخطا اللي بزاف يوقعوا فيهم على بالهمش باللي هو الخطا اللي يخلي البسكوي تاعهم يجيهم ناشف ويتكسر وما ينجح لهمش، هو انه يفوتوا له وقت الطياب. يعني البسكوي رولي ما لازمش يطيب اكثر من اللازم، ما لازمش تنشفوه في الفور. اقصى يعني اطول فتره ممكن يطيبها هي 4 ساعات. انا عن نفسي في الفور تاعي نطيبو 10 دقائق من التحت 5 دقائق من الفوق. ما اذا الفور تاعك ماشي سخون مليح يعني تقدري طيبيه 4 ساعات من التحت و8 دقائق من الفوق، قيس ما ينشف. يعني اذا كان ذوق الكاكاو واذا كان فانيليا ياخذ لون ذهبي كما راكم تشوفوا هذا ما كان. بعد ما طيبت كامل لي بسكوي تاعي نخليهم فوق سطح العامل ونروح نحضر كريمات الحشو. بديت هنا بذوق الشوكولا، راح نشارك معكم الغاناش الاقتصادي، يعني شغل غاناش مونتي اقتصادي. هنا واش تحتاجوا شوكولا تذوبوها، ولكن فقط كي تذوبوها لازم تخلوها تبرد شويه، يعني ذوبوها وتولي درجه حراره الغرفه عاد باش تضيفوا لها قليلا من الكريم شونتيي اللي كنتو طلعتوها مع الماء عادي، يعني برك ما تضيفوش بزاف باش ما توليش شونتيي بذوق الشوكولا. لا ماذا بينا تكون الشوكولا يعني شغل غاناش، فهمتوني؟ في عوض ما ديروا كريمه سائله وتخلوه يبات ليله كامله يبرد ومن بعد تطلعوه بالباتور ومنها مكلف ومنها يطول لكم. خدموا بهذه الطريقه راح تجيكم كريمه بزاف بنينه. شغل هذا الكاناش يجي بزاف بنين ومعزز بذوق الشوكولا. من جهه اخرى رحت جبت كميه من كريم شونتيي، درت لها شويه منكه تاع الكراميل، وهذه هي. ورحت جبت البسكوي اللي كان برد لي. شوفوا البسكوي هنا كان لصق لي بعد ما عرق، كان لصق لي فوق البابي كويسون. ردوا بالكم من الاحسن يعني لو كان ترشوه بسكر ناعم باش ما يلصقلكمش، عاد باش تقلبوه. انا كنت عاودت قلبته باش نحي هذيك الطبقه، وكما شفتوني نحيت شويه. ميلوا الموس تاعكم ونحيو هذاك الطرف كما راه واضح قدامكم. هاد الجهه اللي راح نقفلوا عليها البسكوي رولي، وشربته ابان برك شربوه شويه برك باش ما يجيكمش معجن. وزعت هذاك الكاناش، ما راحش يكفيني البسكوي كامل، عجزت انه نزيد ندير كميه اخرى اللي تكفيني، ولكن حتى هكا وراح تبان في التقطيع ومن بعد وحتى المذاق تاعو راح يبان. ماشي تقولوا تبقى رقيقه ما راحش تبان يعني ولا راح تحسوا لها. البسكوي رولي اصلا دائما تحرصوا انه ديروا الكريمات تاع الحشو ديروا شويه برك، يعني غير مسحه خفيفه
ومن بعد في التقطيع راح تلقاوهم باينين يعني، وحتى كي تجيو تاكلوا راح تلقاوهم يعني تلقاو المذاق تاعهم باين. هنا كنت وزعت طبقه رقيقه كيف من كريم شونتيي. دائما في البسكوي رولي الكريمه تاع الحشو ديروها رقيقه، ما تخشنوهاش ابدا، رققوها كاع واش تقدروا باش لا فينيسيون تجيكم شابه والكريمه ما تبقاش تخرج لكم من الجوانب وتبزع لكم وتغنجق الحاله. وروحوا روليوه بشويه كيما راهو موضح قدامكم، غير بشويه راكم تروليو. هنا كنت جبت هذا الحلال يعني باش نرولي به، يعني طريقه برك كنت شاركتها معكم. انا عاده نرولي بيدي يعني نورمال، يعني طريقه تقليديه العاديه، وانا ننصحكم بها احسن من هذه الطريقه. يعني هذه غير تبوديع كيما نقولوا وخلاص، ما لا هي سهل ماهل يعني كيفاش تروليوه. وزيروا عليه بالبابي كويسون، هذا ما كانوا ندخلوه المجمد. ونروحوا لبسكوي الفستق اللي كنت رشيته بالقليل من السكر الناعم. وقبل ما تسقسيوني نجاوبكم انه ما تقدروش تعوضوا السكر الناعم بنشاء الذره بالمايزينا، لانه راح تبقى تغزغز في فمكم يعني كي تجيو تاكلوا، راح تعطي واحد هكا مذاق ماشي مليح، فهمتوني. ونحيو هذيك الطرف تاع البسكوي، هاد الجهه اللي راح نغلقوا عليها باش كي تجيو تغلقوه ما يبقاش الجهه اللي راح تغلقوا عليها شغل طالعه، فهمتوني، راح تجيكم مقفوله سوا. رشوها ابان، ماشي ترشوها، شربوها ابان برك. كما قلت لكم باش ما يجيكمش معجن تقدروا تستغنوا تماما على مرحله تاع التشريب، لانه صدقوني يجي طري بزاف. وحتى كي تنحوا هذاك الطرف اللي قلت لكم وراح تغلقوا، ذوقوا البسكوي وحده راح تلقاوه مشرب وحده يعني بلا ما تشربوه، تلقاوه بزاف طري. وزعت طبقه من الفوغاج تاع فرويور هذاك تاع الفرامبواز ولا الفراوله، كذلك الفراز تقدروا توزعوه يخرج مع المذاق تاع الفستق يعني يتماشاو مع بعضياتهم. ودرت طبقه من الكريم شونتيي اللي كنت طلعتها يعني كاس شونتيي مع كاس غير ربع تاع الماء. واللي ما تعرفش تطلع الشونتيي دائما تجيها جاريه ما تجيهاش مليحه، تروح تفرج واحد الفيديو اللي حاطته لهم تاع كيفاش طلعوا الكريم شونتيي يعني بطريقه صحيحه، فيها بزاف نصائح يعني اللي ما يعرفوش. عملي باللي حاجه يعني سهله ماشي حاجه كبيره، ولكن بزاف ما يعرفوش كيفاش يطلعوا الشونتيي، واللي ما يعرفش يتعلم. تا واحد مازال معلم. بعد ما كنت وزعت كريم شونتيي كما شفتوني، غلقتها بكل سهوله، زيرتها مليح، وكيف ندخلها للمجمد. ونفس الشيء بالنسبه لذوق الفانيليا. شوفوا لي برك الطراوه تاع البسكوي والخفه تاعو كي نحي هذا المرسوم، دوك نوري لكم كيفاش يجي خفيف سبونجي. تقدروا هذا البسكوي حتى تخدموا به لي طرونش، ديروه يعني في لي زونطرومي تاعكم، يعني تخدموا به بزاف وصفات اللي راح يجيكم هايلين. تقدروا حتى تخدموا كيك يعني بافي نورمال، ديروه كاري ولا قلب، يعني تخدموا هكا وتقطعوا بالسرسو وراح يجيكم يذوب في الفم. شربته كيف شويه، ووزعت له طبقه من الفوغاج تاع بات برو تاع المانغو، وطبقه من الفوق تاع كريم شونتيي فانيليا، وروليت البسكوي تاعي وكيف يعني بنفس الطريقه. شوفوا سهل مهل اقتصادي، تقدروا حتى تستغناو على هذا الفوغاج. تقدروا ديروه بالكونفيتور راح يجي بزاف بنين. ماشي تقولوا كونفيتور راح يجي حلو بزاف، ماشي لا لانه راح نديروا طبقه رقيقه برك، صدقوني راح يمد واحد النكهه رائعه. وماكو خاسرين والو، نتوما جربوا بالكونفيتور اللي ما عندهاش الفوغاج وتشوفوا البدنه اللي راح تجي فيه.
في اليوم الموالي بعد ما باتوا لي ليله كامله في المجمد. وكما قلت تقدروا تستغناو على هذه المرحله تاع المجمد، يعني اذا كنتي مزروبه ماشي لازم تدخلوهم المجمد، انا برك باش يساعدوني يعني كي نجي نفينيهم ونكلاصيهم هذا مكان، ولكن تقدروا تدخلوه ساعه فقط للمجمد غير باش شويه يتماسك البسكويت تاعكم وتخدموا به، يعني تكملوا لا فينيسيون والتزيين وتقدموه، راح يجي بنين بزاف هايل. وكما نقول لكم دائما الباتيسري كالعاده كل ما يبات ليله كل ما احسن، يعني حتى ولا ما جمدتوش تقدروا تخدموه تفينيوه وتخلوه يبات ليله كامله جاهز في الفريجيدار، وغدوه ان شاء الله اذا جاوكم ضيوفكم ولا حبيتوا تقدموه لعائلتكم قدموه. دائما الباتيسري كي يبات ليله كامله يعني راح النكهات اللي فيه يتجانسوا مع بعضياتهم البعض وراح يزيد يطرى اكثر واكثر. جيبوا سكين سخنوه شويه بشاليمو ولا في ماء ساخن، يعني غطسوه في ماء ساخن خلوه يحمى ومن بعد مسحوه وقطعوا به الاطراف. علاه درنا هذه المرحله باش شوفوا تجي لا فينيسيون كي يجيو نكلاصيوه شابه، خاطر لو كان تخلوهم راح تجي شويه مغنشقه، شغل هذوك الاطراف راح تلقاو فيهم الكريمه شويه خارجه ماشي متساويين، هذه هي. وزعت تبقى رقيقه تاع كريم شونتيي بشكل عشوائي كما راه واضح، ما فينيتهاش مليح مليح. باش نجيب شريط يعني بابي غيتار، يا اما تشروه جاهز يا اما تشرو هذاك الورق تاع البحوث اللي يجي شفاف اللي نديروهم في المقدمه تاع البحث يعني، وقصوا منه هكا مورسو وخدموا به يعني باش يساعدكم. المهم الجود بالموجود، هذه هي عطيتكم فكره برك ان تطبقوها الا ساعدتكم. وكنت ذوبت شوكولا بيضاء ما ضفت لها والو هنايا، كنت ذوبتها فقط. بعد ما تذوب لي تماما نضيف لها كميه من الزيت النباتي، نمزج مليح مليح هذا الزيت باش يخففها لي باش تجي خفيفه يعني تساعدني في الكلاصاج. ونضيف كميه الفستق نمزج مليح، والكلاصاج غورمون تاعنا راهو واجد. ديريكت نروح نكلاصي به. المهم ما لازمش يكون سخون بزاف فقط باش ما يذوبلناش هذيك الشونتي ديك تبقى رقيقه اللي كنا غلفنا بها، يكون بينو وبين يعني نورمال دافي، المهم ما يكونش سخون باش ما يذوبلناش الشونتي. هذا مكان هنا الدخان راك تشوفوه من تحت هذاك تاع الحمام المائي فقط، وديجا راح نخليه شويه يبرد لي عاد باش نكلاصي به. بالنسبه للبورد كيك هذا ولا السوتارت كنت وحدي خدمته، هذا عندي هذوك الكبار تاع 40 على 60 قصيت هذا الحجم اللي راح يساعدني للرولي تاعي باش نحطه فوقه. وتقدروا تلقاوهم تاني في محلات مستلزمات الحلويات واجدين. غلفت سطح العمل بابي فيلم يعني بورق شفاف باش الفائض تاع الشوكولا اللي يطيح لي يعني نجمعه بكل سهوله باش ما يوسخليش الحاله. وكلاصيت البسكويت تاعي بكل سهوله، كلاصيوه من كامل الجوانب، ضربوا شويه هاد الشبكه يعني باش يهبط الفائض. هذا مكان خلوه شويه برقص ما يقطر مليح مليح، ونرفد البسكويت تاعي نكمل له التزيين كما نحب. اما بالنسبه لذوق الشوكولا كنت غلفته بغاناش، يعني غاناش عادي شوكولا وكريمه سائله. ذوبت الشوكولا في حمام مائي، لما ذابت كامل ضفت لها الكريمه السائله اللي كنت سخنتها كيف كيف. اولا ضفت قسمتها على زوج الكريمه السائله، النصف الاول ضفته. لما تضيفوه راح تحسوا انه هاد الشوكولا شويه تكتلت ولا شغل ولات متماسكه بزاف. ما تخافوش يعني وما تبان لكم بالك منفصله، كملوا خلطوها مليح مليح، بقاو غير تمزجوا دوك تشوفوا كل شيء قدامكم. يعني تعمدت انه ما نقطع لكمش هذا المقطع باش تشوفوا الشكل، خاطش بزاف كانوا يبعثوا لي يقولوا لي شوفي كي زدنا الكريمه للشوكولا انفصلت لنا. عادي تنفصل، الشوكولا حساسه. ولكن بقاو تخلطوا برك، بقاو تخلطوا حتى تعاود تجمع وتعاود ترجع لها اللمعه تاعها ويرجع القوام تاعها مليح. بعدها تكملوا النصف الاخر تاع الكريمه السائله.
شوفوا كيفاش رجعت اللمعه ورجع القوام متجانس كما راه واضح، ولكن تحسوها شويه ثقيله. هنا كملوا الباقي تاع الكريمه السائله، راح تولي لكم خفيفه يعني ومناسبه للكلاصاج. هنا شونتيي كنت طلعتها ونكهتها بشويه كراميل، نفسها اللي كنت حشيت بها هذا مكان، وغلفوا بها ديروا تبقى كما راكم تشوفوا نفس الطريقه اللي كنا درناها مع البسكويت تاع الفستق. بزاف سهله هاد الطريقه، راح تخلي لكم تحصلوا على فينيسيون شابه وسريعه، يعني خير من تبقاو تغلفوا وحدكم بيديكم، يعني تغلفوه كامل وتفينيو بزاف. جيبوا بابي غيطار وفوتوه ضربه واحده يمد لكم فينيسيون شابه كما راه موضح. نتوما نحو غير هذوك الزوائد بسباتولا هذا مكان وغلفوه ديريكت بهذاك الكلاصاج اللي كنا وجدناه. ودائما الكلاصاج ما لازمش يكون سخون بزاف، والكيك من الاحسن يكون بارد شويه باش الكلاصاج مع تحطوه فوق الكيك يحكم لكم ويجيكم شباب. ونروحوا لاخر ذوق اللي بالفانيليا. شوفوا شحال يجي شباب كي تقطعوه، يعني تنحوا هذوك الاطراف. شوفوا البسكوي شحال يبان سبونجي وفلافي، يعني يبان بلي هايل ويشهي وخلاص. وشوفوا لي جمال لي شوت اللي كنا نحيناهم. بالنسبه لهذا الكيك تعمدت انه ما نغلفوش بالكريم، عفوا بالكلاصاج. بالعاني حبيت نغلفه لكم بالكريمه، يعني اللي ما تحبش دير كلاصاج غلفوه عادي بكريم شونتيي. هنا كنت غلفتو. شوفوا يا اما تغلفوه يعني بكريمه نورمال غير بسباتولا وتخربشوها هكا يعني كما نديروا الميرانغ عادي تجيكم شابه، يا اما الى عندكم هاد ليدو يعني ديروا اي تزيين تحبوا ديروا غوزاس، المهم تزيين اللي تحبوه ديروه. انا عطيتكم فكره وانتم ابدعوا من عندكم. المهم خدموه صدقوني انه المذاق تاعو راح يغطي على الشكل تاعو، تنمو بنين بزاف. بالنسبه للتزيين هاد البسكويرو اللي تاع الفانيليا كنت زينته بقليلا من فاكهه الكاكي او البلاكمين والواحد كيفاش يسميها، وشويه قارص ليمون يعني ونعناع اخضر. وبسكويرو اللي تاع الفستق كنت جبت شويه من الكريم شونتيي درت لها منكه الفستق ودرت هاد الاشكال من الفوق كما راه واضح قدامكم. وهذوك الفراغات كنت عمرتهم بلاباط تاع البيستاش تاع غوستو برودكت والفوغاج تاع الفرامبواز اللي كنت حشيت به هذا مكان، وشويه حبات تاع الفستق. وذوق الشوكولا كنت جبت شويه كريم شونتيي ضفت لها شوكولاته تغتيني ودرت دي غوزات من الفوق مع شويه هذوك الاشكال تاع الثلج بعجين السكر، يعني تزيين بسيط. انا بديت لكم فكره كما قلت لكم وانتم ابدعوا. بالنسبه للتقطيع باش يخرجوا لكم الطبقات منظمين وشابين والمنظر تاعهم شباب يشهي، دائما سخنوا الاداه اللي راح تقطعوا بها عاد باش تقطعوا.
هذا السؤال ديما يجيني، كيفاش يخرجوا لك طبقات هكا شابين ومستفين. راكم تشوفوا الدخان كيفاش بيخرج. هنا كنت سخنت الموس بالشاليمو، مشيت تسخنوه بزاف انا برك لانه شويه سخنت الموس والكيك كان مجمد مازال، على بها خرج لك الدخان. ولكن شويه دفيوه يعني مليح وتقطعوا به، راح يمد لكم تقطيع شباب وفينيسيون شابه.